الواد ما عرفش جاب رقمي منين وبعت لي على اللوكيشن، فاحنا لازم نروح له عشان نحل. انا سامع عنه سامع خير. طب ما احنا يا ابويا ممكن نروح له ويكون لمم البلد كلها حواليه. ممكن يكون بينيمنا وهيغفلنا. لوشا بيفهم وثابت على مبدأه. بقول لكم ايه، يلا بينا نروح. يلا. انت هتعمل ايه يا اخويا كبير مع الناس دي؟ أحل يا سعيد. عمر المشاكل ما كانت الحل. حب الناس والصلح هي دي المعلمة، غير كده الكلام على البويز. لا يا لوش، انا مش راضي معاك الكلام اللي انت بتقوله ده. عنه ملد يا اسطى، واللي انا هقوله هتمشيه. ما تتكلمش اما الناس تيجي. افتكر اللي انا بقول لك كده. افتح يا ابني تلاقي الناس. تعالوا اتفضلوا. السلام عليكم. مين يا عم تايسون؟ الله يخليك. الله يخليك. انا سالت عليك وسمعت عنك سامع خير يا لوشا، واحنا جايين لحل واللي يرضي سعيد. ما معلملوش يا سعيد، هو اللي مد ايده علينا الاول. واحنا لما جينا معاه لخبط فينا. وبعدين برضه ما ينفعش نشوف اخونا بيتضرب ونسكت. واحنا قابلناك يا لوشا وانت سمعتنا. حصل. انا ما شفتش منكم تقدير وانتوا ما كنتوش جايين معايا في حل، بس عادي حصل خير وربنا ما يجيب اي شر. واحنا جايين عشان نشوف ايه اللي يرضي سعيد. بقول لك يا عم الحاج، انا اللي يرضيني يابا ذبيحه. دماغي دي يابا اللي اتفتحت ما شاء الله، ايد ولادك مترشه. ايه ده؟ بعت ايه دي؟ بعت ايه ايه؟ يا حاج؟ اخواتي اتكلم يا يا حاج حاج اتكلم يا يابا. عم تايسون. حاج على عم تايسون. الكلمة اللي بتطلع منك محسوبة عليك، مش قدها في قعدة الرجالة، ما تنطقهاش. مش هقولك الكلام ده تاني ما هخرجك بره. بعدين دم ايه يا اسطى اللي انت عايزه؟ انا مش هغمز نفسي، ما انت معور. ضربة قصاد ضربة، ما تسألش. ايه اتكتروا عليك؟ خلاص الرجالة قدرتنا وجت. المرادية هيجوا يرادوك، هو ده. لكن هنا في خبطة قصاد خبطة، ما تسألش في حاجة. كنا بنقول ايه يا عم باشا؟ انت خلصت كل الكلام يا ابني، واللي انت عايزه هنعمله لك. انا المرودية بتاعت اخويا دخول الرجالة كده عليه لغاية عنده ورادوه عشان هما اتلموا عليه. لكن بالنسبة الاتنين معورين بعض، احنا ولا نسأل في اي حاجة. فانا مرضي بزيادة الزيادة، وبعدين مش هنكدب على بعض. اللي هيخطأ هيتحاسب، الحكومة مش هتسمي على حد. حصل؟ بس فاحنا سعينا للخير. وقوموا بعد اذنكم بوسوا بعض ورادوا بعض. انا عايز اعرف برضه انت ليه حليت معاهم كده؟ هقول لك ليه حليت معاهم كده. البطل اللي ما يتحبسش، البطل اللي ياخد حقه من غير ما يقع في خطأ مع حاكم ولا يكره الناس فيه. غير كده تبقى خسران. خلصانه يا اخويا كبير. شغلكم مش عاجب الناس الكبيرة. لو انتوا مش قدها نجيب ناس تانية تقوم بالشغل. ولا انتوا شايفين ايه؟ تردوا عليا يا جدعان. احنا تحت امر الناس الكبيره واحنا مش هنقصر يا باشا. قدامكم 24 ساعة تخلصوا المطلوب منكم. اديك سمعتوا، المفروض الشغل ده يخلص في 24 ساعه. 24 ساعة ازاي يعني؟ دي اعضاء يعني تشريح، يعني شغل، يعني دكاترة. ما تتكلم يا عم. 24 ساعة ازاي يابا؟ لسه في خطف وفي دنيا، واليومين دول الرجالة تشتغل على اعضاء الاطفال، بس اهم حاجة محدش يقطع عليهم. خلاص يا معلم اطمن، سيب الموضوع ده علينا احنا. كده الكلام خلصان. يلا خدوا بعضكم والعيال تاخدوها قدام عند مخزن الخزان. حاضر يا معلم.
بقول لك ايه، عايزين ننجز ونخلص المصلحه دي قبل ما حد يقطر. اي عيل صغير معدي على طول على المكنه على طول. مش لاقيين حد. اهو في عيل صغير جاي. يلا بقول لك ايه يا حبيبي، تعالى. تحب شوكولاته؟ تعالى جدا. تعالى تعالى، احنا اصحاب بابا. بابا عايزها. لا بابا عايزها. اسمع الكلام واركب يا انت ساكت بدل ما ادفع. المنطقة دي يا سعيد اللي انت جبت لي فيها الشقة، الدنيا هادية فيها ولا في نوش ولا في؟ لا يا عم زي ما انت شايف اهو هاديه خالص، فاهم؟ كل واحد هنا في انا حاله. مش عايز ولا خصم حد ولا ازعل من حد ولا يزعل مني يا اسطى، انا عايز اعيش في حالي. ما تقلقش، كان هنا حلو هيعجبك. يا اسطى وربنا الواد ده مخطوف. خدت بالك يا اسطى؟ خدت بالك. تعالى تعالى كده. مين ودع فين؟ تعالى يا انت مين يا عم انت؟ وانت مالك؟ لا يا حلتها، ايه حلتها انت وهو؟ خلاص هنعمل لك لا ليا، وهتشوفوا حاجة عمركم ما شفتوها. اه خلاص هنعمل لك اللي انت عايزه. طب اسمع، انا مش عايزكم انتوا. خد يا عم انت تعالى. انا عايز اللي وراكم. انتوا الواد ده كنتوا خاطفينه ليه؟ لو ما جاتوش معايا في الكلام انت وهو، هخلي الاهلي كلها تيجي تدفعكم وتسلمكم وتقطعكم. انت هتقعدوا كده تقولوا لي قصه الواد ده ايه؟ خلاص؟ هقول لك على كل حاجه. اوديك المكان. اوديك المكان. كلهم بجد العيال دي مسلحه جوه. يا عم انا عامل حسابي. يلا. ايه ده؟ مالك يا عيسى؟ مين دول؟ مالك يا ابني عايزه في ايه؟ الواد علي في ايه؟ طب اسمعوا بقى الكلمتين اللي انا جاي اكلمكم فيهم. كلمتين ايه؟ انت مش تغرق على رجلك من هنا. طب انا مش هسرق منكم كروت. اخوكم عندي، ابنك، عرفت كل حاجه. عرفت تجارة الاعضاء، عرفت السلاح، عرفت المخدرات، عرفت اللي انتوا الكلام معاكم على البايظ خالص. يعني على الدغري كده 5 دقايق لو ما خرجناش من هنا خليك تقلع على ابنك المحروسه وبراحتك. يبقى تقعدوا تسمعوا الكلمتين وتشدوا الاسطح. نقعد ولا الحكومه تيجي والخطف موضوع الخطف يطلع وايه الكلام ده. لا نقعد. بقول كده برضه. انتوا الكلام معاكم على الاذان، انتوا عارفين كده ولا مش عارفين؟ رجوله وجدعنه. الموضوع ده خلصوا بينا ومن بعضينا بعيد عن الحكومه. انا هطلع جدع في حاجه. كل عيل انتوا خاطفينه انا هاخده وامشي. العيال دي ترجع لاهلها، وانتوا تحرصوا بالكم بيا عشان انا في المنطقه مش هسكت على اي ظلم فيها. وتلموا عزالكم ودنيتكم وتمشوا من المنطقه. هو ده الحل على كده. يا اما كده يا اما الحكومه والاهل والكلام يبقى بايظ معانا. فكروا. فكر يا حاج. ها يلا يا ابنك معانا حبيبي. يا حاج انت هتسكت على الكلام الواد ده بيقوله ولا ايه؟ ارجع العيال واخد ابني وشقته تولع. الواد ده لازم نخلص منه، ده بيهددنا. يبقى التنفيذ النهارده. ايه يا حبيبي؟ منها مش عملت ايه في الشارع حاجه؟ الواد اخباره ايه يا اسطى؟ سترت عليا الحمد لله. الواد ابني كان بيموت، الشقه ما ولعت. عايز اقول لك النار كانت هتاكل في لحمه. لولا بعد ستر ربنا الناس خدوه برضه على المستشفى. عاوز ايه تاني؟ بدايه الشقه يا باشا.
اي حاجه في ده، المهم الواد كويس. الحمد لله ربنا قدر ولطف. بس الواد ابنه كان هيموت. بقول لك يا حاج، ما تتصل لنا بالواد ده وحزنه على حرق شقته وعرفه ان احنا الو، مين؟ تايسون معاك يا بطل. الحمد لله على سلامة ابنك من الموت. دي قرصة ود عشان تحرم تلعب مع الكبار يا حبيبي. ده ابني كان هيموت يا تايسون، ورب العباد يا تايسون اللي حصر قلبك والايام ما بينهم. في ايه؟ ومين تايسون انت كنت بتكلمه في التليفون ده؟ تايسون ولع في الشقه عشان العيال رجعناهم لامهم. هو اللي عمل كده في الشقه؟ اسمع بقى الكلمتين اللي اقول لك. انت راكب معايا يا اسطى ولا مش راكب؟ انت بتقول ايه؟ انا جاي في المنطقه جديد بس انا كده لاقي حق. لو راح عند اسرائيل اجي معاك يا روش. وخلاص بقى، يلا بينا. اسمع بقى، انا اقول لك انا هنعمل ايه. تعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايز اي خطا في الحوار ده، عشان اي خطا هيحطنا في قصه بنت لذينه. امين. عارف. ولازم نأمن نفسنا عشان الواد ده جبروه. كلامك صح. شفت اخر مره رجع العيال ازاي؟ يتوكلوا على الله دلوقتي وروحوا اعملوا المخازن. تمام. يلا يا رجاله. يلا يا عم. احنا بقالنا ساعتين هنا. طب احنا هنا بنعمل ايه؟ وانا يا اسطى مش قلت لك امشي على دماغي؟ عوض ما احتاجش منك فلوس. طيب انا جاي اخد ابن تايسون عشان اوديني المخازن. فهمت يا اسطى؟ افهم يا اسطى. استنى. مش معايا، مش عايز اسمع حس. والله ماليش دعوه بطريقه شقتها يا جدع. عارف شكلي؟ مش عارف. خش يا اسطى. انا كده كده مش فارقه معايا. عارف اللي ممكن اروح فيها، بس ده ابني. اصرف يعني اصرف، مش هتعبك معايا كده. انا عايز مكان المخزن بتاع المخدرات بتاع ابوك. هتقول لي دلوقتي مخزن ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده اصلا. انا هخليك تتكلم. ايه ده؟ لوشا عشان خاطر اتكلم. انجز يا عم. اخلص يا. هقول لك مكانه فين. خلاص تقول لي المخزن. خلاص هقول لك مكانه. لوشا اثبت يوم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده دخلت هنا ازاي؟ ارجع. اللي هيتكلم هضربه بالنار. نزل ايدك يوم. التانية في رجلي. انا مش هضيع من وقتكم كتير، انا جاي اقضي مصلحة 5 دقايق. يمشي. مش عايز اذي حد فيكم. خليكم حلوين للاخر. نفس يا سعيد. على البركه. حرقت يا سعيد. قبلتها. طبعا انتوا عارفين انا مين. انا اللي كنت هتموت ابني، انا اللي حرقت شقته. كل ده عشان رجعت العيال المخطوفه. بدات الحرب يا اسطى. لوشا انا راح تاكلنا. ارجع يا. يلا يا لوشا. يلا يا لوشا. حسب النار. ارجع يا طفل. يلا يا لوشا. انا هو ينفع يعني اللي انت كنت هتعمله فينا ده؟ كنت هتموتني. جبت الطبنجه دي منين؟ يا عم الطبنجه صوت يا سعيد فيها طلقه واحده بس يا عم. كده تايسون خلاص وصل له الخبر كده نكسه.
مش هيقدر يريح.